بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل أفضل الشهور بشهر شوال وابتدأ شوال من آخر الأعوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، قبل الإلقاء خطباتي حي بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة وبها نستطيع أن نعبر إلى هذا المكان المبارك. ثم أيضا نصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين. الكرام والمحترم سيدي رئيس المعهد دار السعادة بن ريا أبنا تنكو هاجي محمد الإرشاد الفلقي وعلى آله. الكرام والمحترم سيدة رئيس معهد الإسلامية دار السعادة في كل مكان في الأشياء. أقوم في أمامكم جميعا أريد أن أتكلم أو أن أخطب قليلا تحت الموضوع الهجرة إلى المؤمن الحقيقي. أيها الإخوان والأخوات رحمكم الله، في هذه المناسبات أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى حق تقاته، يعني بتعدية أوامر الله واجتناب نواهيه. اعلموا أن ليس هناك فرق بين أحد على أحد إلا بالتقوى، فإذا ما أفلح المؤمن المتقون لأنهم سينالون مقاما محمودا عند الله. أيها الإخوان والأخوات رحمكم الله، هيا نستقبل مجيء بشهر شوال بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي قد أعطانا جميع النعم، يعني باستعمال تلك النعمات في طريق يرضاه الله تعالى، لأننا لو نشكر حق الشكر فالله سيزيد تلك النعمة. وهذا كما أشار الله في سورة الإبراهيم آيات 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. وأما السعي في تزكية الإيمان إلى الله تعالى بمجيء هذا العام الحجر الجليل، هيا نحتم إلى الطريق كفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في إقامة الدين الإسلام حتى هجروا من المكة المكرمة إلى المدينة المنورة. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في إقامة الدين الإسلامي وتنميته يلاقون عوائقا وتحديدا، والقريشون يعوقون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنهم يريدون أن يقتلوا النبي. في يوم من الأيام يشتد إزاء قريش له، ومن العجاب في اشتداد إزاء قريش واحتقارهم ينتشر للإسلام لا رجل يدخل الإسلام ويريد أن يرتد منه ولو كان اشتد الإزاء والاحتقار لهم. في يوم من الأيام يشتد إزاء قريش إزاء شديد لهم حتى يتفقوا أن يحصروه ويقتلوا النبي.
في هذه الحالات أمر الله رسولا لكي يهاجر إلى المدينة، ثم هجر النبي وأصحابه إلى المدينة يثرب المعروف باسم مدينة المنورة. النتيجة المشمولة في هذه الواقعة مناسبة لتكون مرجع الحياة. الأولى الحجرة هي مسيرة ليدافع عن الإيمان، لأن مع الإيمان كان الأصحاب مستعدا لأن يتركوا بلادهم وأموالهم. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، الإيمان يجعل حياة المرء موجهة. السلطات وحرية التفكير لابد أن تكون متوازنة، والله لا يعطي الإنسان عقل فقط بل القلب. نحن نحتاج المعلومات والتكنولوجي، ولكنها لا تكمل سعادة الحياة بدون تربية القلب والإيمان، فالعلم سيعيد المتكبرين المسرفين. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، هذه هي حكمة وجيزة عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التي ألقيت لكم في هذه الخطبات. فهيا نتذكر هذا العام الحجر الجديد، هيا نحتم إلى تاريخ كفاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حماسة الأخوة الإسلامية أو المساواة، إنما المؤمن واحد مع غيره وهو أخ، إذا مرض الواحد منهم شعر المؤمن. هذه هي خطبتي، إن وجدتم منا الخطأ أرجو منكم العفو والمعرفة. أخيرا وبالله التوفيق والهداية والرضا والعناية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة